السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناه شهيوات فاطمه. مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على خبيزات باللبن ودقيق الفينو، كيجيو رائعين رطبين قطنيين كيستحقوا التجربه. فكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي كيجيو عليه، ما شاء الله كيجي اللون ديالهم مذهب. ان شاء الله غادي نحضرهم معكم بمكونات بسيطه، فكيمكن لكم تحضروهم للفطور اليومي ديالكم، كيف يمكن لكم ايضا تعطيوهم لاطفالكم ياخذوهم معهم للكوتي المدارس. وبالنسبه للحشوات فكتبقى اختياريه حسب الذوق والرغبه ديال وليداتكم، يمكن لكم ديروا فيهم حشوه مالحه او لا حلوه كيف ما بغيتيو نتوما. وان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد التقنيه بالنسبه لطريقه الطهو ديالهم اللي كتعطيهم يعني كيجيو فتيين على هذا الشكل ورطبين. فما عليكم غير تتبعوا معي خطوات الفيديو خطوه بخطوه، وان شاء الله الا جربتهم فغيجيو معكم ناجحين 100%. فبسم الله على بركه الله. كخطوه اوليه كناخذ كسروله كنضيف عليها نصف لتر من اللبن، يعني ماشي الحليب وانما اللبن، يعني اللي كيكون حامض اللي كناكلوه مع سايكوك. للتوضيح فقط كنوضع ديك الكسروله على النار باش هكذا يغلى لينا داك الحليب شويه غير يدفى، ماشي الحليب وانما اللبن. كنعاودها وكنكررها اللبن، يعني اللبن الحامض. من بعد ما دفى لينا شويه فكنوضعوه في الكاس ديال مولينكس كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنضيفوا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه. وبالنسبه للخميره فكتمشي من ملعقه كبيره حتى الملعقه كبيره ونصف حسب الجو اللي عندكم. كنضيف ايضا ملعقه كبيره من السكر الخشن اي سكر سنيده، و3 ملاعق كبار من زيت نباتيه. ممكن الاستغناء عليها، ماشي ضروري تخدموا بها. الا ما كنتوش كتفضلوا الزيت فممكن تعوضوها بالزبده، ومازال انا في تتمه الفيديو فغادي نخدم بالقليل من الزبده. فممكن الا ما بغيتوش ديروا الزيت ما ديروهاش، ماشي اجباريه. هنايا عندي 250 غرام من دقيق الفينو. كمرحله اوليه غادي ناخذ 4 ملاعق نضيفهم على الخليط ونحتفظ بهذيك الكميه اللي تبقات جانبا. كنطحن كل المكونات مع بعضياتها من دقيقتين حتى 4 دقائق، المهم حتى كنحسوا بان كل المكونات اندمجت مع بعضياتها وتخلطت جيدا. كيف ما كنقول لكم دائما، سواء في البريوش او لا في الخبز اللي كنخدموا في الخلاط الكهربائي، باش كنعرفوا بان كل المكونات راه تخلطت جيدا مع بعضياتها، كتكون لينا واحد الرغوه في الفوق ديال الخليط. هذا دليل بان راه المكونات اندمجت جيدا مع بعضياتها وطحنات. هنايا كنوضع هذاك الخليط في الطاسه كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل، وكنضيف الكميه اللي تبقات ليا من دقيق الفينو. بالنسبه لدقيق الفينو فهو ماشي السميد الناعم، وانما دقيق الفينو كيكون رقيق على السميد الناعم، كيكون رقيق بزاف. فغادي نحاول نحرك هاد المكونات، يعني ندخل هذاك الفينو في هذاك الخليط الاول كيف ما كتلاحظوا معايا بكل سهوله، يعني ما كيحتاجش واحد المجهود كبير. وكنضيف القليل من الملح. بالنسبه للملحه فكديروا منها الحذر، يعني كتضيفوه غير القليل ماشي بزاف، لان اللبن عندنا كيكون حامض، لهذا ما كنضيفوش كميه كبيره من الملح. وهنايا كنضيف الدقيق الابيض المخصص للحلويات بالتدريج، ما كنضيفوش دفعه واحده وانما كنضيفوه بالقياس حتى تحصلوا على واحد العجين كيكون متماسك. فعندي جبانيه من الدقيق الابيض يعني دقيق الفورس ما يعادل 250 غرام. كنبداو نضيفوها كيف ما قلت لكم بالتدريج على حسب تشرب الدقيق للسوائل، يعني ما تضيفوش دقه واحده، ضيفوه بشويه بشويه كيف ما تلاحظوا معايا في تتمه الفيديو. فغادي يشط ليا شويه من الدقيق ماشي بزاف، يقدر تخدموا بديك 250 غرام كاملها، كيف ما يقدر يشط لكم شويه على حسب تشرب الدقيق للسوائل كيف ما كنكررها لكم دائما. فالدقيق ماشي واحد، كيختلف من ماركه لماركه. كيف ما كتلاحظوا معايا انا تبقى عندي القليل، يعني حفينه صغيره اللي تبقات راني بينتها لكم يعني باش تشوفوها مزيان. راه يمكن تخدموا به كله كيف ما يمكن تخدموا غير بالكميه اللي خدمت بها انا. وبالنسبه للقوام ديال العجين فهو واضح لكم على الفيديو، فكيجي خفيف ما كيكونش قاصح، وانما كتكون واحد العجينه طريه لينه ورطبه. هنايا كنضيف قرابه ملعقه كبيره
من الزبده اللي كمل الاحسن تكون زبده لينه بدرجه حراره المطبخ. وكيف ما قلت لكم في الاول، الا ما بغيتوش تخدموا بزيت نباتيه فما تخدموش بها، وضيفوا هنايا بلاصه 2 معالق من الزبده 4 ملاعق من الزبده. فهنا كنحاول ندخل ديك الكميه من الزبده في العجين على هذا الشكل، يعني بكل سهوله كندخلوها، ما كنتمحنوا لا مع عجينه لا مع شي حاجه. العجينه كتكون مطواعه، كنحاولوا ندلكوها مده 5 دقائق على هذا الشكل حتى كنتحصلوا على واحد العجينه كتكون لينه ورطبه ومطواعه كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. فالقوام ديالها واضح لكم، يعني كتجي واحد العجينه طريه بزاف ورطبه. فصافي هنايا من بعد ما انتهيت من يعني دلكت العجينه ديالي جيدا، كنوضعها في واحد البواطه وكنقفل عليها جيدا وكنخليها حتى كتختمر، يعني تقريبا نص ساعه حتى كترتاح لنا ديك العجينه جيدا. ممكن توضعوها في شي طاسه وتغطوها بورق الزبده، يعني عفوا بورق بلاستيكي، ماشي ضروري هاد البواطه. كيف يمكن لكم ايضا توضعوها في الكوكوط وتسدوا عليها جيدا تحتفظوا بها جانبا حتى كتختمر لنا العجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل. وكنحاولوا نخرجوا من ديك النسبه يعني ديال الهواء اللي تكونات فيها لداخل. ومن بعد كنبدا نقسمها الى كويرات كتكون متساويه. انا دائما كنخدم غير بعيني ميزاني، ولا المهم الا كان عندكم الميزان وبغيتوا يعني تقيسوا به كل حبه تكون قد اختها، فكيبقى حسب الذوق ديالكم. مثلا تعبروا 60 غرام في كل كويره. بالنسبه لي انا كيف ما ديما كنخدم غير بعيني ميزاني وخلاص. انا هاد الكميه ديال العجين فخرجت ليا 21 خبيزه صغيورين كيف ما لاحظتوا معايا في الاول، كيكونوا صغيرين يعني ماشي الحجم ديالهم كيكون صغيرين. وزعما ما تقولوش بان راه غيمحنوكم اولا شي حاجه، غير زعموا وقدوهم، راه ساهلين في التقراص وفي كل شيء، ما كيمحنوا متى شي حاجه تبارك الله ما شاء الله. فالعجينه كتكون مطواعه وكيف ما كتلاحظوا معايا. فكنبدا كنشكلهم كيف ما كتلاحظوا كويرات صغيره، ولا بانت لي شي وحده كبيره على الاخرى فكنحاول نقص منها حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا عندي لاطه اللي وضعت عليها ورق الزبده. كيف يمكن الا ما كانش متوفر عندكم دهنوها غير بزيت نباتي وطرشوها بشويه من دقيق الفينو اللي غنقرصوا به النيت، هو كيف ما كتلاحظوا معايا. فهنايا قرصتهم غير بدقيق الفينو، كنوضع شويه على سطح العمل ومن بعد كنرشهم من الفوق وكنبدا كنقرص في الخبيزات على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. ما كتقرصوهمش بزاف وما كديروهمش رقاق. بالنسبه للسمك ديالهم فانا المهم كنديرهم وسط، ما يعني ما فيش البابه بزاف. والقياس يعني نتوما عندكم ميزانكم، هاد المرحله كتبقى على حسب نتوما اختيار ديالكم. فكتقرصوهم بكل سهوله. ما اون فوا كتكملوا من التشكيل ديالهم فكتبداو باول وحده لولبتو هي اللي كتبداو كتقرصوهم. نتوما غاديين بالترتيب لانهم كيترخاو يعني بشويه عليهم بالترتيب، فكتبقاو غاديين مستمرين على هذا الشكل حتى كتكملوهم كاملين بهم. فملي كتكملوهم كتخليهم حتى كيختمروا جيدا. هنايا راه الخبز عندي خمر، فكناخذ واحد الانيه اللي كتدخل الفران سوا ديال الزاج سوا ديال الالومنيوم حسب اللي بغيتو نتوما. كيف ما كتلاحظوا معايا كنعمرها بالماء اللي كيكون غليان. في هذا الاثناء راني شعلت على الفران كيسخن من الفوق ومن التحت، وغادي ندخل هذا المول وغادي نخليه في التحت ديال الفران، يعني كنوضعوه في الاسفل ديال الفرن باش هذاك البخار اللي كيطلع لينا ديال الماء كيساعد لنا الخبز ديالنا باش كيطيب لينا طري وفتي ورطب. كنتمنى ان شاء الله تستعملوها التقنيه، لان فعلا كيستعملوها عاده الفرنسيين في الباغيت يعني في الكومير اللي كيحضروا، وحتى في الخبز الا بغيتو فكتحضروها كتجي مزيانه. انا خديت واحد الشفره كيف ما كتلاحظوا معايا اللي كتكون من طبيعه الحال باقا جديده، وكنحاول نرشم هذوك الخبيزات من الوسط على هذا الشكل. كيف يمكن لكم ايضا ديروا علامات زائد. المهم نتوما راه عندكم ميزانكم الشكل اللي بغيتو فكترشموا به الخبيزات ديالكم. ومباشره كندخل اللاطه للفران اللي كيكون سخون مسبقا. انا عندي فران ديال البوطه، كنخليهم حتى كيطيبوا يعني من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا. ففعلا كيجي اللون ديالهم مذهب، كيجيو رائعين يعني كيستحقوا التجربه. كتخرجوهم من الفران فمباشره ملي كتخرجوهم من الفران كيكونوا رطبين وطريين وفتيين. كتخليهم حتى كيبردوا تماما
ومن بعد كتحتفظوا بهم في المجمد. الوقت اللي كتبغيوهم فكتخرجوهم على تيسان حتى كيديكونجلاو، يمكن ما تسخنوهمش نهائيا، غير يديكونجلاو وكتقدموا الخبز ديالكم فكيكونوا طريين وفتيين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه. نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم، تجربوها وتردوا لي خبر باللي كنقول لكم بسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.